المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تعتبر قرار حظر زي السباحة المعروف بالبوركيني في بعض جهات فرنسا قرارا غبيا على حد قولها، ورحبت بقرار مجلس الدولة الفرنسي تعليق حظر ارتداء هذا الزي في شواطئ البحر الفرنسية. ودعت المفوضية بعد أن دفعت عن حق ارتداء هذا الزي كافة السلطات المحلية التي تبنت الحظر إلى إبطاله فورا. إنه بصراحة رد فعل غبي على ما نواجهه فيما يتعلق بالهجمات الإرهابية، فهو لا يعزز الأمن ولا يضيف شيئا في مجال النظام العام أو أي شيء آخر، بل يحفز التصادم وبالتالي يقوض النظام العام ويتسبب في آثار معاكسة. وكان مجلس الدولة الفرنسي السلطة القضائية الأعلى في فرنسا رفض قرار إحدى بلديات جنوب شرق فرنسا منع البوركيني، معتبرا إياه مهددا للحريات. ما دمتم تتكلمون وتجيدون الكلام، يقول رئيس الحكومة الفرنسية، أنتم تتحدثون عن ماريان رمز الجمهورية، ثديها عار لأنها تغذي الشعب، وهي لا ترتدي الحجاب لأنها امرأة حرة. هذه هي الجمهورية وهذه هي ماريان، وهذا ما يجب علينا دعمه. المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قالت إن ما يجب اتخاذه من إجراءات هو معاقبة الذين يحضون على الحقد والكراهية وتأجيجها بين الجاليات.